في أي حتة في الدنيا اللي بيخلف ولد بتبقى الدنيا مش سايعة من الفرحة. ده حتى عندنا في مصر بنقول لما قالوا ده ولد انشد ظهري واتسند. إلا في الهند اللي بيسند ظهرهم بحق وحقيقي هي البنت. الأب في الهند لما بتجيله بنت بتبقى الدنيا مش سايعة من الفرحة، مش عشان هم ألطف الكائنات ولا لأن رزقهم واسع، لا، ده عشان كلام في سركم بيشغلهم في الدعارة. في قرى كاملة في الهند الستات والبنات اللي فيها شغالين في الدعارة والرجالة قاعدين في البيت لا شغلة ولا مشغلة. مش قلتلكم اللي بيجيله بنت بيفرح بيبقى ضامن انه هيعيش من فلوس شغلها كام سنة قدام. بتطلع البنت تلف على أكل عيشها وتقف على الطريق الموازي للقرية بتاعتها وهي ونصيبها، لا يجي حد ياخدها وترجع بفلوس آخر اليوم أو محدش يجي وترجع حزينة على يوم الشغل اللي باظ. وأيوة بترجع حزينة لأنهم في الهند بيعملوا ده من غير ذرة خوف أو تأنيب ضمير، لأنهم بيعتبروا الحاجة دي عادية جدا. الكرة دي فقيرة ودي طريقتهم الوحيدة عشان يجيبوا فلوس، وكل واحدة فيهم طلعت لقيت أمها وأختها وخالتها وكل بنات القرية بيشتغلوا الشغلانة دي، وبتبدأ فيها من أول ما البنت تتم 12 سنة لغاية ما تكبر في السن وما تبقاش قادرة على الشغلانة دي. وساعات بيشتغلوا في الدعارة من سن 10 سنين في حالات زي إن تكون الأم تعبت، فهنا تضطر البنت إنها تبدأ شغل عشان تريح أمها التعبانة، وعشان مفيش أي مصدر رزق إلا الشغلانة دي. في واحدة من البنات اللي بتشتغل في الدعارة في واحدة من قرى الهند بتقول إنها كل يوم الصبح بتصحى تتزوق حتى لو مش قادرة وتقف على الطريق تستنى أي حد يجي ياخدها. بتكسب البنات اللي بتشتغل في الدعارة من 80 ل 90 ألف روبيا في اليوم الواحد، يعني حوالي $1000 في اليوم. بتقدر البنت تصرف منه على نفسها وأهلها وتجدد البيت اللي هم عايشين فيه وتسدد الديون اللي على أبوها واللي ممكن توصل لمليون روبيا. في سنة 2012 قررت الهند إنها تتدخل لحل الأزمة الأخلاقية دي حتى لو اللي بيمارسوا الدعارة شايفين غير كده، وقرروا إنهم يجوزوا مجموعة كبيرة من البنات ويخطبوا مجموعة تانية عشان يستقروا ويبطلوا الشغلانة دي. لكن اللي حصل إن جوازهم بقوا هم اللي بيشغلوهم مش الأبهات بس، وبقى الجواز عندهم تجارة زيه زي الدعارة بالظبط، لأن الأب عشان يقرر يجوز بنته بيطلب فيها مهر كبير جدا عشان بيعتبر إن ده بمثابة تنازل رسمي عن الفرخة اللي بتبيض له بيضة دهب. فعشان يتخلى عنها الراجل تاني يشغلها ويكسب من وراها لازم هو يقبض مبلغ كبير. سنة 2016 منظمة الصحة العالمية قالت إن في أكتر من 66 ألف هندية شغالين في الدعارة، وإن نسبة إصابتهم بالمرض المناعي الإيدز عالية هناك، وإن ده بيشكل خطورة كبيرة على حياتهم. لكن حتى الأرقام والإحصائيات دي ما غيرتش من الواقع في شيء، ولسه لغاية النهاردة القرى اللي مشهورة بالعمل في الدعارة بتشتغل فيه، خصوصا ان الهند بتعتبر ان دي شغلانة قانونية ومفيش اي مشاكل ولا مساءلة قانونية لأي واحدة شغالة في الدعارة. والبيوت اللي بتمارس البغاء هناك مصرحة وعندها اوراقها الرسمية اللي بتخليهم يعملوا كده عادي قدام الناس من غير ما حد يقول لهم انتوا بتعملوا ايه. وفي بيوت كبيرة ومشهورة جدا في الهند الناس بتروح لها بالاسم. العمل في الجنس مباح في الهند بمختلف انواعه حتى جنس الاطفال. أما الحاجة الوحيدة الممنوعة في العملية دي هي الوساطة أو السمسرة، يعني ما ينفعش واحد يبقى وسيط أو يسمسر على واحد بأنه يجيب له زبون وياخد نسبته، أو هو ده بقى اللي ممنوع. لكن ده ما يمنعش إن ده برضه بيتم وبنسب كبيرة وبالتراضي بين الطرفين وبعيد عن عيون القانون في الهند. ومحدش عارف إمتى هيطلع قانون في الهند يحاسب الأبهات اللي بيعملوا كده في بناتهم ويحافظ عليهم من الفقر والشغل في الجنس.